الراجل ده ما قدرش حتى يشيل دمبل وزنه 20 باوند. البنت على طول جريت علشان تساعده. الراجل استغرب من مساعدتها. البنت افتكرت بالغلط إن الراجل لسه بيستعد يتمرن، ودته الدمبل تاني، بس الراجل وقع على الأرض من تقل الدمبل. البنت بسرعة اعتذرت له. فجأة لاحظت إن ساعة الراجل اتكسرت. في اللحظة دي جاري مساعده ناحيتهم وقال إن الساعة دي إصدار عالمي محدود، وقال كمان إن تمنها مش هيقل عن 500,000 دولار. الراجل طلب من البنت تعوضه فوراً. طبعاً البنت ما كانش ممكن تدبر المبلغ ده، لكن علشان تعوض الخسارة عرضت إنها تشتغل عنده في البيت كخدامة. الراجل كان هيرفض ويمشي، لكن فجأة حس إنه ضعيف جداً. البنت على طول سندته. في اللحظة دي الراجل حس بحاجة مختلفة فيها، فقرر يخليها تبقى خدامته. البنت وافقت بفرحة، وبعدها راحت معاه للقصر بتاعه. البنت اتبهرت من الفخامة اللي شافتها. وبعدين الراجل اكتشف مجموعة ستات في البيت. على طول مسح العلامات اللي على شكل وردة في جسمهم، وكشف خدعتهم في ساعتها. ما كانوش غير ستات عايزين يتجوزوا علشان الفلوس. الراجل رماهم كلهم بره، وبعدها قال لأمه توقف ترتب له مقابلات جواز. وطلع إن الراجل كان واقع تحت لعنة. كان دايما يحس إن قوته بتسيبه فجأة، وما يقدرش يتخلص من اللعنة دي غير لو اتجوز واحدة عندها علامة وردة. البنت استغربت جدا، وما كانتش فاهمة ليه الستات دول بيزيفوا العلامة، لدرجة إنها فكرت تشيل العلامة اللي على شكل وردة اللي في جسمها. الراجل افتكر إنها بتتكاسل، فالبنت على طول رجعت تنظف الأرض، وقالت إنها عايزة تخلي الأرض نظيفة لدرجة إنها تبقى مراية تعكس صورته. الراجل ضحك في سره، وأمه ما كانتش مصدقه، لأن دي كانت أول مرة ابنها يضحك بسبب بنت.